بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذه أقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، أقسام من الله بأشياء بيقسم بها علشان أشياء، لأنك لا تقسم إلا لشيء. والله إن فلان عندي، والله إن عملت كذا، يبقى عايزين مقسم عليه. وبعد ذلك نسأل إذا كان الشرع إننا لا نحلف بغير الله، فكيف أباح الله لنفسه أن يحلف بأشياء؟ قال لك أنت لا تحلف بغير الله لأنه لا توجد عظمة عند المؤمن فوق الله، والإنسان بيحلف بالعظيم. طب إنما هو لما يحلف بما شاء. ليه؟ لأنه يعلم عظمة كل شيء خلقه. لما يقول والضحى والليل إذا سجى، هو عارف الضحى عمل ايه والليل إذا سجى عمل ايه، وهم الاثنين بعض. لأن الضحى محل الحركة والعمل، والليل محل السكون. والآية نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا إن رب محمد قد خلاه. طب اشمعنى بقى في الهجر إذا قلت إن رب محمد وكنتوا بتنكروا إن هو من عند ربنا؟ فقال لهم أنتم ما بحثتوش في نواميس الكون. لو أنتم نظرتم إلى الزمن اللي بيشملكم ويحوطكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل. الضحى ده الايه والليل لايه؟ الضحى للحركه والليل للراحه من الحركه والسكون. طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فتر عنه، فشبهوا مجيء الوحي للرسول بالضحى وشبهوا الليل بالفتره بيستريح، لان الوحي جاله بمتاعب، بدليل يقول فضمني حتى بلغ مني الجهل وان جبينه لا يتفصل عرق، ويرجع يقول زملوني دسلوني، ولسه حاجه جديده عليه. فنعمل فتره شويه كده على ما يرتاح، ثم التعب يروح، ثم يذكر حلاوه ما اوحي فيتشوق هو للوحي. ساعه ما يتشوق هو للوحي تبقى المساله سهله ايه عليه. إذا والضحى والليل، ولذلك شوف ما ودعك ربك وما قلى. ما أعملش فترة عنك لأنه ودعك أو قلاك، بل عمل كده علشان إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني تعبت شوية. وبعدين يقول له ولا الآخرة. طب احنا فترت عليك بعد ما نزلت كم آية، إنما ده جاي كتير لسه، وجاي كتير هيبقى خفيف، وبعد ذلك له تأثير ايه؟ ولا الآخرة خير لك من الايه؟ يبقى ربنا لما يقسم يقول لك مثلا والتين والزيتون، يقسم به، هو يقسم بما شاء لما شاء. يقسم بالملائكة والصافات صفا فالزاجرات زجرا، يقسم بها، يقسم بالجبال والطور وكتاب مسطور، لأنه عارف الخير في ايه، كل حاجة. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى والذاريات ذروا، الذاريات الريح التي تذر الرماد. ساعة ما تقوم ريح، شوف أول امبارح كان إيه؟ الريح عملت إيه أول امبارح؟ أثارت الغبار والبتاع ده، حتى الرؤى إيه؟ انطمس. والذاريات أي الرياح تذر التراب وما هو متفتت. قال لك أنت تشوف الجو كده ما فيش فيه حاجة، أنت بصيت كده ما فيش فيه حاجة قدامك بتروح ولا تيجي. طب افتح طاقة صغيرة كده وخليها مواجهه للشمس، وبعدين انظر للعمود اللي داخل، يقوم تلاقي فيه ايه؟ مع ان الجو ما فيش فيه حاجه اهو، تلاقي ذره كبير أوي. يبقى اذا الرياح بتعمل ايه؟ وما هي ثابته الذرات، هتلاقيها بتلف كده، الرياح عماله تعمل ايه فيها كده. طيب اهي الرياح بتعمل تذرب الاشياء، والشيء اللي بتتفتت، الاشياء اللي بتتفتت كمان برضه كل ما تيجي ترسل على الارض الريح ايه؟ تطلعها. وكمان بخار الماء، بخار الايه؟ الماء برضه الريح بتعمل فيه ايه؟ تيجي كده وتطلعه فوق، ينعقد سحاب اللي هو بيتكلم عليه ربنا. الريح تاخد الايه؟
البخار وتطلعه فوق يطلع ايه؟ سحاب. وبعد ما يطلع سحاب يصادف شويه رطوبه يقوم ينزل ايه؟ مطر. المطر ده يمطر في حته ولا يمطرش في حته تانية. هي دي اللي ربنا قالها. ألم ترى أن الله يزجي سحابا مش كده؟ ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعضه فترى الودق أي المطر يخرج ايه؟ الله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد اللي هو الثلج الصغير ده يصيب برحمته من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يبقى اذا لما تقرا بقى والذاريات يعني الريح بتعمل ايه؟ بتزرع الذر كده تطلعه لفوق ومنه بخار الماء. فالحاملات وقر بقى ركام سحاب تقيل. السحابه دي انضمت على الدم بقى تقيل قوي. فالحاملات وقر والوقر هو الحمل الايه؟ الثقيل. الوقر هو الحمل الايه؟ الثقيل. وهناك في ايه ثانيه وينشئ السحابه الايه؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مش كده ايه كده؟ والذي يرسل السماء بشرا بين يدي رحمته وينشئ السحابه الايه؟ الثقال. ادي الوقر يعني. فالحاملات وقر. طب لما تحمل الوقر تسيبه كده الريح تخليه يمشي كده ويمشي. فالجاريات يسرى يعني مش جري كده تلحظه كده ما تبغاش بحاجه خفافه كده ماشي سابحه كده. ابص كده للسحاب وهو ماشي ماشي بينط لسه كده. الله. فالجاريات والذاريات ذروه فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا بنعومه وخفه فالمقسمات امرا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه؟ يزجي إلى آخره. طب أدى الإيه؟ القسم. أقسم بكم شيء؟ 1 2 3 4. ما هو الجواب القسم؟ إنما توعدون لواقع. ما توعدون من البعث واقع والجزاء صادق. الدين اللي يطلق به الجزاء هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل اللي عملناه. يبقى أقسم ب4 أشياء عشان يدينا شيئين 2. الشيء الأول إنما توعدون من البعث واقع والدين لأن البعث صادق. البعث ده واقع وده صادق. أول صادق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى ده جاي وده جاي الاثنين لأن الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه؟ عشان الحساب قال الاثنين جايين. طب ايه مناسبة القسم بهذه الاشياء؟ علشان انما توعدون لصادق وان الدين لواقع لازم يكون في مناسبة يعني. ازاي الكلام؟ قال لك تعالى بقى انظر الى الكون ساعة خلق فيه كل شيء بحيث لا يزاد في الخلق الا الانسان والا ما يقوم حياة الانسان. انما مية هي مية ما فيش ميه هتيجي زياده. لا ازاي بقى؟ قام قال لك ليه؟ انت اعمل نفسك كده شوف شربت كم طن ميه في عمرك؟ 10 أطنان ميه. هل هم فاضلين فيك وبقيت 10 أطنان؟ لا. نزلوا ايه؟ في شيء نزل فضلات وطاهره فضلات عرق خد شويه ميه وطلع سماك اذن نفت النفه الله كل ده طلع ولا لا؟ وفي فضلات اللي هي نجسه البول طلع الميه اللي في قلب البراز طلعت. يبقى انت ما احتفظتش بالكم طن بل نزل منهم وقال اذا فلما يجي ناخد من الميه شويه على قدنا طول الحياه بيطلع قد كده. امال اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزننا بس من الماء بس. انما هيطلع ويجي زيه. اذا الماء ما يزيدش ولا ايه؟ ولا ينقص. هي كده بس دوره. قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء اتفنى وبعدين عملناه وجبناه تاني بخرناه وجبناه تاني. الله. طب ما تصدق بقى اننا ايه كده ونجيبك تاني دوره وهنجيبك تاني. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجوده واحنا شربناها
وبعدين طلعت بول وبعدين نزلت والله وبعدين جت لنا ثاني. ما يمكن انا بشرب حاجه كانت بول، انما بول وتبخر وتقطر وبقى حاجه ايه، حاجه ثانيه. فبقول انما توعدون لواقع. ما تفهموش ان الشيء اللي بيفنى مش هيرجع ثاني. ده الميه اللي انت بتشربها دي هتخرج منك، ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار، وبعدين تروح تتطهر كده وتنزل ليك تاني، ويمكن ماء يبقى غير ماء مرارا. شوف بعدد قد ايه على ما جيت. فاذا قلت لك ان شيئا ينتهي ويعود وينتهي ويعود ويعمل دوره ما تكذبهاش. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. الحبك مادة حبكة دي، لذلك تقول هي حبكت يعني ولا تقول الشيء ده محبوك قوي. محبوك يعني ما فيش فيه نشاز. السماء ذات الحبك تشوفها ايه، ملساء ولا فيها فتور ولا فيها ايه، ولا فيها شقوق ولا فيها اي حاجه ابدا، مع ان فيها طرق للكواكب وللنجوم، ومع ذلك لا تراها بل هي ملساء على طول كده. يبقى محبوكه ولا مش محبوكه؟ ولذلك لما سئل بعض ابن المسيب سئل قال له حبك يعني ايه؟ ما قالش حاجه، بس يعني دول معمولين كده محبوكين. إنكم لفي قول مختلف، مع أن القول يجب أن يكون واحدا، لأن السماء ما فيش فيها خلاف، اللي ما طلتوهاش ما فيش فيها خلاف، إنما الحاجة اللي بتطلوها أنتوا اللي بتختلفوا فيها. إنكم لفي قول مختلف. ولذلك الحق في سورة الرحمن يقول إيه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السماء رفعها والسماء بيمشوا بحساب، ما فيش فيها اختلاف ابدا. الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، زي الساعه المضبوطه، وهي تطلع مضبوطه من كانت انضبطت في خلقته تبقى هي، ما تبقى مضبوطه تبقى معموله بحساب. ما دام الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معموله بايه؟ بحساب. وادي انتوا شايفين السماء رفعها ووضع الميزان، السماء رفعها والارض وضعها ووضع الميزان. فان اردتم أن تستقيم أموركم اعملوا إيه؟ اعملوا الأمور بميزان. إن عملتوا الأمور بميزان تستقيم أموركم جميعا، وإن لم تعملوها بميزان كل واحد عايز يطبق بقى ويعمل الكفة كده من تحت عشان تتقلوا الكفة من خير. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. اللي صرف بايه؟ الشياطين يغروه، وان كان حتى عنده حاجه حق كده يقول الشيطان ايه؟ يوسوس له ويخليه ايه؟ يبس. وان الشياطين لا يوحون الى ايه؟ اوليائهم. قتل الخراصون. الخراص هو الكذاب، ولذلك هناك انهم الا يخرصون، يعني ايه؟ يعني يكذبون. دعا الله وقال قتل الخراصون. انت بتدعي مين؟ انت بتدعي مين؟ ده انت اللي بتقتله تاني. وازاي قتل الخراصون؟ المراد بها ايه؟ طب ما هم موجودين، هم ما بيتقتلوش ولا حاجه، كذابين ما اتقتلوش ولا عملوا اي حاجه، ونجم في معارك وبتاع وحاجات، امال يبقى ايه؟ قال لك لعنوا وابعدوا. لعنوا مني وابعدوا من رحمتي. والقتل يقتلك يفوتك الايه؟ الدنيا. انما الايه؟ انما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الاخره. يبقى نقول احسن بقى الانسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمه في الاخره؟ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. غمرة احنا نفهم الغمرة دي من غمر الماء، ولذلك حتى يقول لك الري ده ايه؟ غمر ولا تنقيط. غمر يعني الماء تغمره، معنى تغمره ايه؟ يندفن فيه ويغرق. هم في غمرة فكأنهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلم يكن منهم فلا يكون لهم نجاة.
الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، امتى هيجي يوم الدين دي؟ يقول لهم يوم هم على النار يفتنون، اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنون هو ده يوم الايه؟ هو ده يوم الدين. ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا آثار فتنتكم في الدنيا، تحرقوا على النار. الفتنة هو الحرق في النار، ما أصل الفتنة النار تسهر فيها على الحاجة عشان إن كان فيها خبث يطلع، زي ما نسهر الحديد عشان يبقى صلب، ولا نسهر الذهب عشان ننفي منه الايه الأشياء الخبيثة. أيان إيه؟ يسألون أيان يوم الدين. هناك آية ثانية أظن بتقول إيه؟ ما قالوا أإذا متنا، وقال الذين كفروا أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا السؤال بتاعهم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إيه يعني قل كونوا حجارة؟ أنت بتستكثر إن العظام نرجعها حية، وتقول بقى كنا عظام ورفات هنبعث ثاني من الخلق جديد. قال لك مش عظام بس، ده العظام يا أخي كان فيها حياة زمان، لها صلة بالحياة، إنما هذا شيء ملوش صلة بالحياة خالص، حجارة ولا حديد، وأنا عايز أحييه. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. مش تجيب لي العظام؟ طب ما هي العظام كانت أصلها فيها حياة، لا هات لي حاجة ما مستهاش حياة وجامدة ومش صلبة وما قوية. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون لما تقول لهم كده من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.